5 حاجات لازم تاخد بالك منهم قبل ما تاخد حقن المنجار. اول حاجه لازم تعمل تحاليل قبل ما تاخدها علشان نتاكد ان مفيش اي حاجه بتعارض ان انت تاخد الحقن دي، اهمهم وظائف كلى ووظائف كبد وغده وصوره دم كامله. تاني حاجة لازم يكون تحت إشراف طبي، لازم الدكتور هو اللي يحدد الجرعة اللي انت هتاخدها، ولو في أعراض حسيت بيها يعرف يتعامل معاها، وكمان يتابع معاك البريكوشنز والحاجات اللي ممكن ان انت تعملها علشان تقلل من الأعراض. تالت حاجة ما ينفعش ان انت تعلي الجرعة من نفسك كل أسبوع، او ان انت تبدا بجرعه عاليه. اصلا الجرعات بتتزود بالتدريج على حسب تاثيرها عليك وعلى حسب الاعراض اللي انت بتحس بيها. رابع حاجه لانها بتسبب فقدان للوزن بصوره سريعه، بتفقد معاها ميه وعضلات، لازم تاخد معاها فيتامينات ومعادن علشان تعوض النقص ده، وكمان لازم تكون بتاخد كفايتك من البروتين وتكون بتمارس تمارين المقاومه. اخر حاجه لو انت بتاخد الحقن دي او غيرها من غير نظام غذائي صحي ومن غير ممارسه رياضه او تغيير عاداتك الصحيه عامه، ولا هيكون ليها اي لازمه، واول لما هتبطلها هترجع تتخن كل اللي انت خسيته